السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المؤرخ والمحاضر الدولي بسام الشماع. بكلمكم النهاردة عن التحنيط وعن المومياوات وعن فكرة الورش بتاعة التحنيط اللي تم اكتشافها في سقارة. بس الأول نقول إن حماية الجسم وإبقاء الجسم على ما هو عليه بقدر الإمكان كان من ضمن الأولويات عند المصري القديم. كان شيء مهم جدا في الطقوس الجنائزية للمصري. الجسد يجب أن يتم المحافظة عليه لكي يصل إلى الحياة الأخرى، مع أشياء أخرى زي الاسم وزي الظل وزي القرين وزي الروح. وهذه الأشياء يجب من وجهة نظر المصري القديم أن تصل إلى الناحية الأخرى، إلى الأفق الآخر، إلى الحياة الأخرى، لكي يستمر هو في حياته سعيدا هنيئا إلى الأبد. في حالة غياب الجسد الكلام ده كله مش هيحصل. فبالتالي جت فكرة المحافظة على الجسد عن طريق التحنيط. ايه اللي بيحصل من وجهة النظر الجنائزية الدينية عند المصري القديم؟ المتوفى جسمه هيبقى المكان اللي الكا، حاجة تشبه القرين كده، الكا هترجع تخش فيه علشان تجد الاستمرارية وتجد الدعم وتجد السستننس اللي تكمل بيه، الدعم اللي تكمل بيه والايه والقوة اللي تكمل بيها. لو الجسد عفن او اصبح غير معروف للقرين ده، والقرين مش هيتعرف عليها فمش هيقدر يخش، فهيجوع مثلا، وبالتالي الحياة الأخرى ما فيهاش دعم ولا استمرارية، لأن أنت عشان تستمر لازم تاكل مثلا. فبالتالي عملية التحنيط تم استخدامها وتم تكريسها علشان ما يحصلش أي نوع من أنواع العفن اللي ممكن يصيب الجثمان بتاع المتوفى، وبالتالي لا تستطيع الكا أو لا يستطيع القرين أو لا يستطيع الروح ده إن هو يرجع تاني للجسد ده. ممكن جدا الجسد خلاص مش معروف شكله من كتر العفن أو من كتر الدمار اللي حصل للمومياء أو للجسد، يعني الكا مش هتتعرف عليه، مش تعرفه، مش هتعرفه ازاي؟ هو الجسد عفن خلاص، ما بقاش فيه اي فيتشرز او اي قسمات تتعرف الكابي عليها. طبعا في حالة بقى عدم وجوده اصلا، دي بقى طبعا المشكلة الكبيرة، لان برضو الكا مش هتلاقي جسد تخش فيه. فالقصة ابتدت لما المصري القديم دفن في رملة سخنة، يعني حفر حفرة بسيطة قبل بقى الأهرامات بقى وقبل المصطبة وقبل بقى المقابر اللي هي شكلها بقى منحوتة في الجبل ووادي الملوك ووادي الملكات والكلام ده كله. كانت الفكرة في إنه بيحفر حفرة في البداية خالص يعني، والحفرة دي في الرملة اللي هتبقى سخنة وهتبقى جافة، وبالتالي الرمال السخنة والجافة دي تحافظ على الأجساد اللي مدفونة فيها. وده حصل في الجثامين والجثث بتاعة ما قبل التاريخ، يعني ما قبل الأسرة الأولى، يعني ما قبل حوالي 3200 قبل الميلاد. الفكرة بتاعت الحفاظ على الجسد موجودة قبل توحيد القطرين، قبل الأسرة الأولى، قبل 3200 قبل الميلاد. وده اللي بيخلي واحد زي حالاتي يفكر لربما بنسبة كبيرة إن المصريين القدماء ما قبل
التاريخ وما قبل توحيد القطرين وما قبل الأسرة الأولى كان لهم عقيدة دينية ما، وإلا هو ليه عايز يحافظ على جسمه؟ وبالتالي مع الوقت ومع التجربة والخطأ بدأ المصري يبتكر أنواع من الطرق والأساليب علشان يحافظ على الجثمان. ففي ناس موافقة على الفكر ده، وفي ناس تقول لك ببساطة كده هو عايز شكل الجسد يعيش، صورة الجسم تعيش، وبالتالي بيحافظ عليها. وبالتالي التقنية أو التكنيك بتاع عملية الحفاظ على الجسد دي بدأت تبقى أكثر كفاءة مع الوقت ومع التجارب ومع التعلم اللي هو اتعلمه من أخطائه. وبالتالي أصبحت فكرة الحفاظ على الجسد ذات نفسه آه، وصلت لمرحلة التحنيط بقى اللي احنا عارفينها، والحفاظ على الجسد لمدة آلاف السنين. المصري القديم أيضا فكر ان هو يضع الجثمان على حصيرة مثلا، وفي بعض الأحيان حصيرة تغطيه، وفي بعض الأحيان يحط تل من الرمال فوق الحفرة عشان يحافظ عليها. بعد كده بدأت بقى فكرة اللفائف الكتانية والتمائم بتاعت الحماية تبقى جوه اللفائف. وبدأنا نستخدم بقى الجص، الجبس، الألوان. وفي بعض الأحيان على فكرة هو كان ممكن يستخدم الجص في الأول يعني، والألوان والكلام ده، والجسم من جوه بيبوظ، يعني ما كانش لسه وصل لمرحلة الحفاظ على الجسد. فالعملية أخذت كذا مرحلة، يعني ما دخلناش على طول على عملية التحنيط على طول كده. في مثلا منطقة هيرا كونوبوليس في الصعيد لقينا ان في جثامين ترجع الى حوالي 3600 قبل الميلاد. شوف بقى هنا انت قبل الأسرة الأولى وقبل توحيد القطرين وقبل الهيروغليفي وقبل مقابر وادي الملوك وادي الملكات والأهرامات والمصاطب بتاعت سقر، قبل كل ده ترجع إلى 3600 سنة قبل الميلاد. يعني كان هناك محاولات للحفاظ على الجسد من 5600 سنة تقريبا في مصر. ده رقم رهيب يا جماعة. ولقوا ان الجثامين اللي بترجع ل 3600 قبل الميلاد دي كان في محاولات انها تبقى ملفوفة بلفائف من القماش، وده اللي اتطور بعد كده وبقت اللفائف الكتانية. فمن هنا جت فكرة لا هو عايز يحافظ بقى على شكله، عايز يحافظ على وشه، عايز يحافظ على جسمه. هيرودوت الرحالة اليوناني الشهير لما جه زار مصر وكتب عليها كتاب كامل، بنتكلم في حوالي 450 قبل الميلاد، كتب شرح لعملية التحنيط. ورغم ان 450 قبل الميلاد دي بعد قمة علم التحنيط بكتير، يعني قمة علم التحنيط حصل قبل هيرودوت بكتير، ولكن على ما يبدو ان هو ذاكرها او عرف المعلومات ديت من الناس اللي كانت عايشة في مصر. وتكلم هيرودوت على ان في ناس في مصر كانوا ذو خبرة وذو بروفيشناليزم وذو مهنية اللي بيها يستطيعوا ان هم يمارسوا
هذه الوظيفة أو هذا العمل. لما بيجي ده الكلام ده لهيرودوت هو اللي بيقول، لما بتيجي جثة للناس ديت اللي هم المحنطين دول، بيوروا للناس اللي جايبة الجثة، ربما يكونوا قرايب أو معارف المتوفى، بيوروا له موديلات من الخشب لمومياوات، بيوروا له نماذج معمولة من الخشب للمومياوات، متلونة ومرسوم عليها الايه، الانسان ذات نفسه. وطبعا هو بيقول كمان ان احسن واحدة فيهم يعني كانت بتاعت الطريقة، يعني بتاعت التحنيط او الطريقة بتاعت الحفظ بتاعت الجسد، قيل ان هي اللي اتمرست على واحد، ده كهيرودوت اللي بيتكلم، تم معروف يعني ما معناها، لكن هو مش يقدر يقول اسمه. طبعا هو هنا بيتكلم على أوسير أو أوزوريس، إن أوسير أو أوزوريس هو أكتر مثال للتحنيط الجسد، لكن هو لم يستطيع هيرودوت أن يقول اسمه. هل ده بقى احتراما له؟ هل كان المفروض ما ينطقش باسم أوسير؟ هل ده كانت من العادات والتقاليد؟ ما حدش عارف.